اجمد فطيره مشكل لحوم في مصر. بقالنا كتير قوي ما عملناش مقارنه فطير. اخر حاجه عملناها كانت مقارنه مشكل الجبن، وكانت من فتره طويله قوي، من 10 شهور تقريبا. فقلت نعمل النهارده مقارنه مشكل لحوم، وجبت باقه من النجوم. فتعالوا نشوف مين بيعمل اجمد فطيره مشكل لحوم في مصر. والاسعار هتتحط كلها النهارده عشان 14% ضريبه، وهتدفع عليها التوصيل بس. ولو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سماح تعملوا سبسكرايب. فمن غير رغي كتير يلا بينا. يلا بينا. نبدا باول واحد على طول، حمزه. وانا طلبت فطيره مشكل لحوم وسط منهم كلهم، دي ب 180 جنيه. ده شكل الفطيره كده. نبدا بحمزه. طبعا الاسعار في ذمه الله. فطيره وسط ب 200 جنيه تقريبا، وسط مش لارج. ناخد قطعه كده. هوت دوج، لحمه مفرومه، فلفل الوان، جبنه موتزاريلا، فيها بسطرمه برضو، لسع فيها بسطرمه كده. هي اكتر حاجه محطوطه فيها الهوت دوج، بعد كده اللحمه المفرومه، بعد كده البسطرمه، اقل حاجه البسطرمه. وطبعا ده مفهوم علشان ما تبقاش حادقه قوي. فانا كسمك الفطير عاجبني الصراحه، وكحشو عجباني برضو، يعني بدايه مبشره بالتفاؤل. وميكس اللحوم مع بعض حلو قوي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى ب 215 جنيه، مزارع دينا. الله، ده شكلها كده. نخش على مزارع دينا، واحد من اقوى الناس اللي دخلوا مجال الفطير في مصر، دخلوا ينافسوا بقوه يعني. فيها جبنه موتزاريلا، سجق، بسطرمه، قطع لحمه، فلفل الوان، والقطعه مليانه لحوم. نخش على مزارع دينا. مزارع دينا رهيبه، حلوه قوي قوي قوي. نوع السجق بتاعهم تحفه، نوع اللحمه اللي حاطينها كمان حلوه جدا. قطع لحمه شرايح، يعني بصوا شرايح لحمه، لحمه قطع لحمه، مش لحمه كور اللي هي اللحمه البولز، لا. فيها جبنه بكميه كويسه، سجق طعمه حلو جدا، البسطرمه وحرشنتها مع الجبنه الموتزاريلا وفلفل الالوان تحفه. فعاليه قوي قوي مزارع دينا قوي يعني. والفطير نفسه مورق وحلو جدا ودسم قوي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى ب 195 جنيه، بيتزا وائل. وبيتزا وائل عندهم 3 انواع مشكل لحوم، ممكن تختار فيها هوت دوج، بسطرمه، يعني كام حاجه كده، 3 اختيارات. انا اخترتهم لحمه مفرومه، سجق، بسطرمه، عشان يبقى زيه زي معظم اللي جايين. فقال لي دي ب 195 جنيه. نفتح ونشوف. يما فكرتني بزكيه زكريا ما كانت بتقول لك بخ. واضح كده ان الصنايع اللي عند وائل نسيها في الفرن. لونها مغمق شويه وريحتها فيها تحميصه كده. نشوف، نفتح ونشوف. لحم مفرومه كتير، جبنه موتزاريلا، سجق، طماطم، بسطرمه اهي. نخش على وائل. لا وائل مخيش جامد النهارده. هي مليانه لحمه مفرومه بس طعمها مش احسن حاجه، يعني مش احسن جوده. طعم السجق مالح شويه مع البسطرمه الحادقه، فمزوده ملوحتها او حدوقيتها. نقول لا، مش مبسوط منها قوي النهارده الصراحه. يعني وائل كان بيعمل فطيره من كده بكتير. وارد جدا زيه زي اي مطعم في مصر يكون النهارده مخيش، او الاوردر ده مخيش. احنا عندنا كواليتي كنترول، كل ما هو يحمل الجنسيه المصريه عارف يعني ايه. فوارد. انما حظه النهارده معايا مش حلو، او انا حظي معاه مش حلو، يعني ايهما اقرب بقى. لا مش عاجبني خالص، مش اللي هو يعدي. مش عاجبني النهارده وائل خالص. ونوع اللحوم هو اللي مش عاجبني، يعني مش عارف هل هو غير الحاجه بيستخدمها. انا عارف وقال لكم الكلام ده قبل كده من طلعتهم، ان هو عنده عيب صغير، ان الفطار بيطلع مالحه منه سنه. لا بس النهارده الموضوع مش بس حادق سنه، هو كواليتي اللحوم نفسها عندي مش احسن حاجه النهارده. فيعني مش عاجبني قوي الصراحه. نخش على بعضه. نخش على نجم السلطع بقى في الفطير في مصر، ستافت. دي فطيره مشكل لحوم وسط ب 260 جنيه، بس اللي يشفع له يا بيه انه جايب لك باك معاها. اوه، ده شكل الفطيره كده. وسمك الفطير رقيق قوي. سجق، شرايح لحمه، زيتون اخضر، فلفل الوان، جبنه موتزاريلا. لا كفطير مش عاجبني خالص. ليه بقى؟ ما فيهوش دسامه خالص، ناشف. الفطير دسامته قليله جدا، فطير جاف كده. الحشو حلو مش وحش، بس يعدي، مش مبهر. فمتوسطه ما عجبتنيش قوي الصراحه. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، وارخص واحد في حلقه النهارده. عنده الفطير مشكل لحوم وسط ب 115 جنيه، اسعار على القديم منه. الله يا عم خان الفطير، ده كلام كبير قوي، والوحيد اللي جاب مخلل، والله العظيم ولاد ناس. ده شكل الفطيره كده، وجايب معاه 3 كاتشب ومخلل. والله ما قصرت. لا واضح ان الكلام على كبير قوي. انا اول مره في حياتي اجربه على فكره بالمناسبه، يعني دي اولى ظهورات خان الفطير عندي في القناه هنا، اول مره خالص. رأي الفطير حلو، مش قليل ومش كتير، معقول يعني.
لحمه مفرومه، هوت دوج، فلفل الوان، طماطم، بسطرمه، جبنه موتزاريلا. طيب من ناحيه حلوه فهي حلوه الصراحه. مبهره؟ لا. اجمد فطير في مصر؟ لا. بس كواليتي مقابل سعر قمر وحلو جدا وشابوه. يعني ب 115 جنيه هتتدلع وتتكيف ومش تتضايق خالص. المقارنه حاجه تاني، كون ان هو بقى يكسب في المقارنه ولا ما يكسبش في المقارنه جنب الناس اللي جايين ده موضوع تاني، لان احنا واحنا بناكل ما بنقعدش ناكل بمقارنه، احنا بناكل عادي، يا حلو يا وحش، هي حلوه جدا واللي هيضربها هيتبسط وهيتكيف قوي، وخصوصا ان السعر بتاعها بجد حلو. على الله بس بعد الحلقه ما يقولكش ب 218 تفضل زي 100 115، لان بجد بجد كواليتي مقابل سعر حلوه جدا، حلوه وطعمه وجميله قوي قوي ولا كلمه. نخش على بعضه. نخش على اللي بعده بقى. سميحه جايبين كفر، ودي فطيره مشكل لحوم وسط ب 205 جنيه. نفتح ونشوف. ده شكل الفطيره كده. نخش بسم الله. انا شايف هوت دوج، سجق، بسطرمه، جبنه موتزاريلا، فلفل الوان، حاطين زيتون اخضر كمان مديها حرشونه حلوه قوي، حاطين سجق صحيح مش مفروم، قطع بسطرمه كتير، هوت دوج، لا هي مخدومه يعني كفطير مخدوم، وكان نوع اللحوم نضيفه قوي. تكسب ولا لا هنشوف في الاخر. فنخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى ب 235 جنيه ماجستي. ايه ده؟ دي غريبه قوي بقى، دي جايبين الحشو من بره مش من جوه، شكلها عامل زي البيتزايه كده. غريبه شويه التقسيمه، يعني حشو بره وحشو جوه، غريبه شويه، عاملينها اللي هو زي ما يكون وش بيتزا، يعني فطيره وش بيتزا. نسمع نشوف. زيتون، هوت دوج، فلفل الوان، جبنه موتزاريلا، من جوه بسطرمه ولحمه مفرومه وسجق. والله حلو مش وحش، بس في نفس الفئه السعريه دي في حاجات جت في الحلقه اجمد. الفطير رقيق بس مع ذلك دسم وحلو. نوع اللحوم اللي فيها حلوه جدا، كميه الجبنه برده لا باس بيها، يعني كميه محترمه، والزيتون الاسود ده مديها حرشونه تحفه. فكفتيره ميكس اللحوم جامده جدا الصراحه، عجبتني قوي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى ب 234 جنيه مطعم فطيره. ده شكل الفطيره كده. واضح ان احنا هنهيص. جايبين كفر كمان، الحشو فيه بسطرمه، لحم مفرومه، سجق، فلفل الوان، زيتون، جبنه شيدر. دي كفتيره في حته تانية خالص الصراحه، طعمها حلو قوي. حاطين معاه جبنه شيدر زي ما قلت لكم، وكميه كتيره متروسه. كميه الحشو كمان محترمه جدا. نوع اللحمه وجودتها تحفه الصراحه. لا فظيعه فظيعه، مخدومه قوي قوي. تعليق صغير قوي ويعدي خالص، ان الفطير نفسه محتاج بس دسامه بسيط ازيد من كده، لان هو ناشف سنه صغيره، بس الدسامه عن كده، يعني زودوا السمنه شويه عن كده بس. ياه بوم. ففطيره مخدومه جدا ومن كل الجوانب. دسامه الفطيره بس تزيد عن كده سنه صغيره قوي، هتبقى بوم وتوب مستريح. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى ب 190 جنيه كافيه برنسس. اهدى، واضح كده ان احنا مش هنتبسط. الفطيره يبدو عليها بعض الماء من الجفاف، بس هنشوف يعني، مش عايزين نسبق الاحداث. كاتشب، وده هوت صوص تقريبا، سويت تشيلي اعتقد، سويت تشيلي. نخش يا بيه. لحمه مفرومه، هوت دوج، فلفل الوان، جبنه موتزاريلا. السجق ده بيعض سنه كده، يعني عارفين الحته اللي في السجق اللي بتبقى ماسكه تحت ضرسك كده، هي موجوده هنا. بس اللحمه المفرومه طعمها حلو قوي. هوت دوج كذلك. كحشو حلو قوي. كفطيره سيئه جدا، مش عشان حاجه، علشان جافه زياده، يعني محتاج الدسامه فيها زياده عن كده كتير. يا جماعه الفطير لازم يبقى معبي سمنه كده، محرشن سمنه كده عشان يبقى حلو، غرقان في السمنه، يعني ما ينفعش يبقى ناشف كده زي العيش التوست المتحمص. ده فطير. فتعدي مش وحشه بس مش تكسب. نخش على بعده. نخش على اللي بعده بقى ب 204 جنيه دسوقي انسوده. ودسوقي انسوده هو اللي كسب معانا اجمد سجق كيري في مصر. هل هيعملها تاني النهارده؟ هنشوف. كفر. ده شكل الفطيره كده، واضح ان هي دسمه قوي. سجق، لحمه مفرومه، بيبروني اعتقد لاول مره في الحلقه، جبنه موتزاريلا، فلفل الوان، حاطط فيها بيبروني. نخش على تسوقي انسوده، والفطير مورق وفي نفس الوقت برده مش جاف، يعني في دسامه معقوله. فطيره حلوه قوي، كل اللي ناقصها بس ان الجبنه تزيد عن كده شويه، بجد تبقى بحته تانيه خالص دي، لان كل حاجه فيها حلوه. صنعه الفطير حلوه جدا، انا بحب فطير دسوقي انسوده قوي. الحشو بتاعهم محترم قوي. الجبنه بس محتاجه تخدم عليها شويه عن كده. وجود البيبروني في النص الصراحه غريب غريب، واول مطعم يعمل كده، يعني اول واحد فيهم كلهم يعمل الحركه الغريبه دي، ان هو يحط لك فيها بيبروني من ضمن الميكس اللحوم. طب الميكس معاهم والنتيجه النهائيه حلوه ولا وحشه؟ لا حلوه قوي، مش وحشه خالص. فطيره حلوه وجامده جدا الصراحه. نخش على اللي بعده. نخش على اخر واحد معانا النهارده بقى ب 160 جنيه عم سمير بتاع الفطير. وليه اخر واحد معانا النهارده؟ لان هو قاطع الراجل بتاع الدليفري ساعه ونص كاملين انا مديله الاوردر، وقال له معلش احنا عندنا ضغط شغل النهارده. يا جدعان انتوا بتعملوا ايه؟ يعني ايه اقعد ساعه ونص عشان استلم اوردر؟ ده كتير قوي. ده شكلها كده، شكلها قريب شويه من وائل.
يعني الصده الاولى كده شبه وائل شويه، واضح ان هي اتنست في الفرن برضو. يا رب ما تكونش نفس النتيجه. سجق، بسطرمه، لحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا، فطيره متقطعه يعني متهربده خالص. بصوا السجق، صوابع سجق كامله مش متقطعه حتى. واضح ان الصنايعي اللي عنده وائل هو اللي عمل الفطيره دي. فطيره حادقه قوي برضو. يا لهوي، سيس ملح، فطيره بالمش. وانا بقول على وائل مالحه، احنا اسفين يا عم وائل، انت بالنسبه له مش مالحه خالص. انا الفطيره ملحت منهم قوي، معرفش ايه اللي حصل، بس ده راجل يعني وقع منه شويه ملح حلوين. السجق بيعض كده. طب تصدقوني والله ما عارف اقيمها من كتر ما هي مالحه. طعم الملح في بقي قافل عن ان انا استطعم اي حاجه جنبه، مش قادر يعني، مش عارف اكشف اي حاجه غير الملح. فاهمين قصدي؟ الملح قافل على قافل على الحياه. نوع الجبنه مش احسن حاجه خالص. اطلع بره يا عم. سلم يابا. سلم يا سيدنا. بالراحه بالراحه بالراحه. خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. بصوا، لو هندخل السعر في المقارنه يبقى اللي يكسب الحلقه دي باكتساح هو خان الفطير. مقدم كواليتي حلوه جدا وقيمه مقابل سعر فعلا محترمه وتحترم. مفيش اي حاجه في الفطيره هتضايقكم، بالعكس الحاجات طعمها حلو، الحشوه مليانه، مخدومه حلو، وكانت تجربه اول ان اول هتتبسطوا بيها جدا. فلو هنحط السعر، خان الفطيره هو رقم واحد النهارده. لو هنخرج بقى بره السعر ونصرف براحتنا، فرقم واحد يبقى مطعم فطيره، وبعديه مش بكتير قوي مزارع دينا. مطعم فطيره عشان الجبنه الشيدر اللي حاططها عامله طعم حلو جدا، وخدمه الفطيره قوي، ونوع اللحوم اللي محطوطه جامده جدا. وبالكلام عن الحشو، مزارع دينا عامل حشو محترمه قوي. بسطرمه تحفه، قطع سجق جامده جدا، شرايح قطع اللحمه اللي حاططها دي حلوه قوي في الفطيره. فمزارع دينا هيبقى تاني، ومش ببعيد خالص فطيره يبقى اول. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده هي كانت طلعه الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حاجه منزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله في اسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير. يلا سلام. Every single day